بنبدأ حلقة النهاردة، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مسلسلنا بيبدأ مع لي اللي بيكون رجل من رجال الشرطة، وبيكون عندهم مهمة إنقاذ بنت من عصابة خطفها، وبيروحوا كلهم عند المكان وكل واحد فيهم بياخد مكانه استعدادا للهجوم على العصابة. لكنهم في الآخر بيلاقوا شخص واحد بس هو اللي مسك الرهينة، وبيهددهم إنهم لو ما انسحبوش هيقضي عليها. وبيكون ليه هو القناص الخاص بالفريق، وبيكون عايز يضرب على الهدف وينقذ البنت، لكنه بيفتكر مهمة قديمة ليه لما حاول ينقذ الرهينة لكنه قتلها هي بالغلط. لكن الرهينة بتقدر تفلت من إيد الخاطف، وبيكون خلاص هيقتلها، فبيخالف ليه القواعد وبيقدر يسيب الخاطف وينقذ الرهينه من ايديه. بيرجع لمركز الشرطه، وهناك بيجيله اتصال من صديقه المقرب جو، بيطلب منه يجي يساعده لان العصابه اللي كان بيجمع عنها معلومات قدرت تمسكه، فبيروح فورا علشان ينقذه. وعند صديقه جو بتكون ان هي زعيمه العصابه، ولما بتستجوبه ما بيرضاش يقول لها حاجه، فبتطلب من حراسها يتخلصوا منه ويرموه في الميه. في الوقت ده بيوصل ليه للمكان وبيفضل يتخانق مع ان وهو مغطي وشه بالخوذه اللي كان لابسها، وبتكون ان قويه جدا، وهما بيتخانقوا بياخد باله من وشم على ظهرها. بعد كده بيرمي حرس من الحراس جو في الميه، فبينزل ليه علشان ينقذه، والشرطه بتيجي فبتضطر ان وعصابتها ينسحبوا، وبيطلع ليه من الميه وبيحاول يفوق جو لكنه بيكون خلاص مات. وبيفتكر ذكريات ليه هو وصديقه وبيفضل يعيط. بترجع ان لبيتها وبتطلب من مساعدها الخاص تشو يجيب اي معلومات عن الشخص اللي انقذ جو. في الوقت نفسه بيكون ليه وصل لاسم الشرطه، وبيطلع صوره ان من موبايل صديقه اللي مات، وبيروح يطلب من زميله يعتقلها ويحقق معاها. ولما بيعتقلها بتقول لهم انها في الوقت ده كانت في الفندق بتخلص شغل ليها، وكاميرات المراقبه بتثبت ده، وما بيكونش عليها اي ادله، فبيضطروا يخلوا صراحه. وبيروح الرئيس يتكلم عليه وبيقول له ان اللي ماسك قضيه ان هي الفرقه الثامنه، وانه ما يحاولش يقبض عليها تاني لانه كده هيلفت الانتباه ويعرفها انهم بيراقبوها. فبيقرر ليه يكون من ضمن الفريق الثامن، ولما بيرفض الرئيس طلبه بيقول له انه هيستقيل. بعد كده بيكون ليه في البار، وبيبقى في شخص اسمه فان واقف مع بنت، واللي بنعرف ان فان ده رجل عصابات قديم وعليه ديون كتير. وفجاه بيجي عليه شخصين عايزين يضربوه بسبب الدين اللي عليه، وبيفضل يهرب منهم لحد ما بيقدروا يمسكوه. لكن قبل ما بيضربوه بيكون ليه موجود وبيعرض عليه يساعده مقابل انه يعمل له خدمه. وفعلا بيروح ليه مع فان وبيخليه يطلع له كل المعلومات اللي يعرفها عن ان. نروح بقى لان واللي بتكون بتجهز في غرفتها، وبتجيلها والدتها اللي بتحذرها من منافسها شيونج لانه مش سهل وهي قلقانه عليها جدا. لكن ان بتطمنها وبتقول لها ما تقلقش، وبتنزل ان تروح مشوار خاص بيها من غير حرس، وهي في العربيه بتكلم اختها التوأم فا تطمن عليها، وبتعرفها انها تروح مقابله شغل مهمه جدا. وبتكون ان فخوره بيها جدا وبتقفل معاها، وفجاه بتيجي عربيه تخبط في عربيتها بقوه جدا لدرجه انها تعرضت لشلل في المخ ودخلت في غيبوبه. وما كانتش الام عارفه هتتصرف ازاي، فقررت تكلم فا وتطلب منها ترجع فورا من سفرها. وبتكون فا مش مصدقه ان والدتها اخيرا اتصلت بيها وعايزاها ترجع، لكنها مش بتكون عارفه ان رجوعها ده هيكون سبب في حاجات كتير جدا هتحصل لها. واول ما بتوصل للبلد بتروح لوالدتها المستشفى، وشافت اختها وهي فاقده الوعي، وبتطلب منها والدتها تتولى مسؤوليه المنظمه والاجتماعات المهمه على اساس انها ان لحد ما ان تفوق، لان اشخاص كتير جدا لو عرفوا ان ان وقعت هيكونوا عايزين يدمروا المنظمه باي شكل. وبتكون فا خايفه جدا لانها مش عارفه اي حاجه عن المنظمه ولا حتى عن المساهمات اللي فيها، بس ما بيكونش قدامها حل تاني. وبتاخدها والدتها علشان تخليها تستعد لمهمتها، وبتكون اول خطوه فيها هي انها تقص شعرها نفس قصه ان. وهي بتقص بتفتكر ذكريات ليها مع ان وهم صغيرين لما قررت ان تقص شعرها علشان الناس ما تتلخبطش بينهم لانهم بيكونوا شبه بعض جدا. بعد كده بتدي لها هدوم ان علشان تلبسها، وبتكلم الحرس بتقول لهم ان ان رجعت لوعيها وانهم يستعدوا علشان المفاوضه المهمه اللي عندهم. بتروح فا للمفاوضه بعد ما اخذت المعلومات كلها من والدتها، وبنعرف ان ليه كان في نفس البار مستنيهم يوصلوا. وبتوصل فا مع الحرس الخاص بيها للبار، وبتدخل لغرفه المفاوضه على اساس انها ان، وبترفض صفقه شيونج لكنه بيقول لها انهم طالما رفضوا صفقته يبقى مش هيخرجوا من الغرفه اللي هم فيها، وبيأمر جنوده يخلصوا عليهم. في الوقت ده بيجي ليه قدام باب الغرفه وبيقدر يهزم الحرس اللي قدامه بسهوله. واول ما بيفتح الباب بيلاقي حرس فا بتضرب في حرس شيونج، وبتكون فا واقفه خايفه فبياخدها وبيهربوا هما الاثنين سوا، وبيطاردهم حرس شيونج لكن ليه بيقدر يهزمهم. وبيدخل هو وفا الفندق قريب علشان يستخبوا فيه، وبيخليها تفتح باب الغرفه وتدخل هي الاول. وبيكون عايز ينتقم منها لصديقه لكنه بيفتكر الاتفاق اللي اتفقوا مع رئيسه، وهو انه يحاول يتقرب منها علشان يبقى فرد من افراد عصابتها ويقدر يعرف كل المعلومات عنهم. ولما بيدخل بتساله فا عن المقابل اللي هو عايزه مقابل انقاذ حياتها، فبيقول لها انه مش عايز مقابل مادي لكنه حابب يبقى واحد من حرسها. وبتكون فا مش مطمنه، فبتقرر تدخل الحمام وتهرب من الشباك اللي فيه، وبتطلع على السور وبتبدا تمشي وهي خايفه لحد ما كانت هتقع، فبتصرخ وبيسمعها ليه وبيروح علشان يلحقها، وبيقول لها تثق فيه وتمسك ايده. فبتفتكر ذكريات ليها هي وان زمان لما كانت هي متعلقه على غصن شجره وعماله تعيط، وبتطلب منها ان تنط وهي هتمسكها، لكنها بتكون خايفه جدا وقتها، وطلبت منها اختها انها تثق فيها ونجحت في انها تنزل من على الغصن. وبنرجع للواقع وبتقرر تثق فيه فعلا، وبتحاول تمسك ايده لكنها بتقع من على السور، فبيقوم ليه نط وبيقدر يمسكها، وبيقعوا سوا على مرتبه موجوده في عربيه تحت. بينزلوا من العربيه وبيجي حرس فا علشان ياخدوها، وقبل ما بتمشي بتشكر ليه وبتقول له انها ما عندهاش مانع يشتغل معاها وانه يجي لها الشركه تاني يوم. فبيروح ليه شركه ان علشان يتوظف فيها، واول ما بيوصل بتعينه فا حارس خاص بيها وبيخلوه يملى بياناته الخاصه. بعد ما بيخلص بياناته بتعرف فا ان عيلته صاحبه مطعم مشهور جدا في المدينه، وانها كانت عايزه تزور المطعم ده جدا اول ما ترجع، فبتقرر يروحوا يزوروا السكن الخاص بيه. وفي الطريق بيكون ليه عايز يتواصل مع والده باي شكل علشان ما يكشفش انه شرطي، لكن بيبقى مش عارف يتصرف ازاي. وبيفتكر لما راح قال لاهله انه ساب الشرطه، وكان رد فعل والده قاسي جدا لدرجه انه ضربه. وبيوصلوا للمطعم وبيكون ليه قلقان من ان والده يكشفه، لكن والده بما انه كان شرطي قديم قدر يفهم انه في مهمه ويتعامل معاه كاي اب بيعامل ابنه. وبترجع فا للبيت وبتدخل لوالدتها اللي
وبتسالها عن ليه وازاي قبلت تشغل حد ما تعرفوش معاها وتثق فيه، فبتطمنها وبتقول لها انها عارفه الناس الكويسين من الاشرار. بعد كده بتقول لها والدتها ان تيانج الرئيس التاني لشركتهم هيرجع للمدينه قريب، وانه عارف كل حاجه عن ان، وده معناه انه هيقدر يلاحظ اي اختلاف في شخصيتها، وانها لازم تكون حذره وتتعلم اساليب اختها في اسرع وقت. وبتخرج فاو من مكتب والدتها وبتلاقي ليه مستنيها بره وبتطلب منه يخرج وراها، وبتقول له انها فاقده الذاكره بسبب الحادثه ومحتاجه مساعدته في انه يدربها علشان ترجع قويه من تاني. وبيكون ليه مش مصدقها ومش فاهم ايه مخططاتها، لكنه بيقرر يعلمها اللي هي عايزاه علشان مهمته تنجح. وبتكون فاو بتعمل كده لانها شافت قوته وانه انسب حد يدربها لمهمتها. وبنروح لوالده ان اللي بتكون قاعده متضايقه جدا، فبتدخل فاو تعمل لها الشاي اللي بتحبه زي ما كانت اختها ان بتعمل لها، وبتدي لها والدتها مفاتيح مكان علشان تروح تاني يوم تبدا تدريب فيه، لان تيانج الرئيس التاني لشركتهم على وصول. وبتكون فاو قلقانه جدا من انه يكشفها، لكن والدتها بتحذرها انها لو ما بقتش زي ان في المده دي هيكون في خطر كبير على منصب اختها في المنظمه، لان تيانج ممكن يستخدم اساليب مختلفه ويسيطر على مركزها بالقوه. وبتقول لها كمان ان لو ليه ما قدرش يساعدها في المده دي لازم يتخلصوا منه لانه هيكون عارف اسرار كتير عنها. وتاني يوم بتروح فاو تاخد ليه للمكان اللي هيدربها فيه. في الوقت ده بيوصل تيانج للمدينه وبيرحب بيه الحرس وبيطلبوا منه يتوجه معاهم فورا لوالده ان، لكنه بيقرر يروح لشيونج. وعند شيونج بيكون بيتكلم مع شخص مجهول وبيقول له انهم حاولوا يقتلوا ان اكتر من مره لكنها غريبه جدا ودايما بتفلت منهم. وبيوصل تيانج لمقره، فبيقوم الشخص المجهول بسرعه وبيمشي، وبيدخل تيانج لشيونج بعد ما قدر يتغلب على كل حراسه لوحده، وبيهدده انه لو حاول يأذي ان تاني هيكون عقابه شديد جدا. في الوقت ده بتكون فاو وصلت البيت الصيفي اللي هتتدرب فيه، وبتكون مبسوطه جدا وهي بتفتكر ذكرياتها. بعد كده بتبدا تمرين مع ليه، واللي بيكون عباره عن انها تجري المسافه 10000 كيلو وتتدرب على الملاكمه. وبتبقى فاو ضعيفه جدا، لكن ليه بيقدر يحفزها بالكلام السلبي عن اختلاف شخصيتها الحاليه عن شخصيتها القديمه. وفي الليل بتنزل فاو ينبوع الميه السخنه علشان تريح جسمها من التعب، وبتكون عماله تشتكي من معامله ليه لاسيا وهي متعصبه جدا. فجاه بتلاقيه في الينبوع اللي جنبها وبيقول لها انه سمع كل اللي قالته، وبتبقى محرجه منه. وبعد كده بيسيبها وبيطلع غرفته، وهناك بيفتكر انه ما شافش الوشم اللي كان على ظهرها اول مره واجهها فيها. وبنشوف تيانج بيكون بيتعشى هو ووالدته في المطعم وهم مستمتعين جدا، وبتقول لوالدته انها كبرت في السن وامنيتها تشوف ليه حبيبه ويكون عنده اولاد. وبعد نقاش كتير في الموضوع بيوعدها تيانج بانه هيدور على بنت مناسبه في اقرب وقت. وبيخرجوا علشان يرجعوا للبيت، لكن وهم ماشيين في شخص بيخبط والدته جامد وبيروح تيانج يتخانق معاه، لكن ده بيكون فخ وبيجي شخص وبيتوجه ناحيه تيانج وبيكون خلاص هيخبطه، فبتضحي والدته بنفسها وبتقف هي قدامه. وبنشوف ليه اللي بيكون عايز يتاكد من انه ما شافش وشم في ظهر ان فعلا، وبيروح لها غرفتها وبيطلب منها تقلع الجاكيت علشان يحط لها لزق يساعد عظمها انه يخف بسرعه. وفعلا بيلاقي ان مفيش اي وشم على كتفها، فبيقول لها انه سمع اشاعات عن ان حاطه وشم على كتفها، فبتقول له فوق انها اصلا بتخاف من الاوشام وانه كان مجرد ملصق. وبيكون ليه مش مصدقها، فبيخرج في الليل وبيتصل بفان اللي انقذه قبل كده لما كانوا في البار، وبيطلب منه صور للوشم اللي وشماه ان. فبنرجع لتيانج اللي بياخد والدته للمستشفى علشان يسعفوها، وبتكون فصيله دمها نادره جدا، فبيتعصب وبيفضل يضرب في كل الدكاتره والممرضات لحد ما بتفقد ممرضه من الممرضات اعصابها وبتروح تضربه بالقلم. وبتقول له انه لو عايز والدته تخف ما يفضلش يضرب الناس اللي هتعالجها، وبتروح علشان تجيب اكياس الدم بسرعه. بعد كده بيكون قاعد مع والدته وهو بيفتكر لما دخل يشكر ممرضه من اللي قاعدين على انقاذ حياه والدته، لكن الممرضه قالت له انه لازم يشكر الممرضه شوان اللي ضربته امبارح، لانهم لما اتاخروا في انهم يجيبوا فصيله الدم هي اتبرعت بالدم لان فصيله دمها مشابهه لفصيله دم والدته. وبنعرف ساعتها ان ليه يبقى اخو شوان، لكن مفيش حد يعرف الموضوع ده بسبب ان ليه يبقى شرطي وعميل سري وخايف على حياتها. وبيقرر تيانج ساعتها ياخد الحرس بتوعه كلهم وبيروح يشكر شوان بنفسه على مساعدتها لوالدته. وتاني يوم في البيت الصيفي بتصحى فا من النوم وبتطلع تلاقي ليه محضر لها الفطار، وبيقعدوا يفطروا سوا. وهما بيفطروا بيجي الفار رساله على موبايل اختها من شخص مجهول بيقول لها انه عارف الشخص اللي خبط عربيتها يوم الحادث، وانها لو عايزه تعرف تفاصيل تجيله عند الطريق الجبلي. فبتقوم فا علشان تتجهز، وبيكون ليه عايز يروح معاها لكنها بترفض، وبيحس ان في حاجه غريبه وبيروح معاها غصب عنها. وفي الطريق بيبان ان في عربيتين بيمشوا وراهم، وبيفضل ليه يحاول يتخلص منهم لكنهم بيكونوا اسرع وبيقدروا يوقفوه. فبينزل هو وفا من العربيه وبيفضل يضرب فيهم وهو بيحمي فا لحد ما بيقدر يهزمهم فعلا. لكن بتيجي عربيه تانية وبينزل منها اشخاص مسلحين، بس هو بيقدر يشتت اللي ماسك المسدس وبينط هو وفا من فوق القمه الجبليه وبيخبطوا في الاشجار. بعد كده بيفقدوا الوعي، وبنشوف الشخص اللي كان قاعد مع شيونج وهو نازل من العربيه بيطلب من حراسه ينزلوا يدوروا عليهم. ولما ليه بيفوق بيكون متصاب اصابه جامده وبيسمع صوت الحرس، وبيصحي فا بسرعه وبيهربوا من المكان وبيروحوا عند بحيره في الغابه. وبتطلب منه فا تشوف جرحه، ولما بتشوفه بتلاقيه جرح عميق، فبتطلع الجاكيت بتاعها وبتقطع منه وبتبدا تعالجه علاج مؤقت وبتربطه له لحد ما يرجعوا البيت. وبنشوف شوان اللي بيجي لها مكالمه من غرفه رئيس المستشفى بان في شخص عايزها فوق، فبتطلع بتلاقي تيانج هو اللي طالب يشوفها وبيطلب منها تكون زوجته. ولما بتحاول شوان تضربه بالقلم تاني بيقول لها انه ما بيسمحش لحد يمد ايده عليه غير والدته وزوجته، وبما انها عايزه تضربه يبقى هي موافقه على طلبه. وبتكون شوان مستغربه منه جدا ومن المساعد بتاعه اللي بيكون بيقول نص الكلام بداله، فبتقول له انها ما بتحبش الاشخاص المعتمده على مساعدينها، وانه لما يبقى يعتمد على نفسه في الكلام يبقى يجي يعرض عليها الجواز تاني. وبنشوف حرس شيونج اللي بيفضلوا يدوروا على ليه وفا لحد ما بيوصلوا الكوخ وبيدوروا فيه لكنهم مش بيلاقوهم، وبتسوء حاله ليه اكتر وبيفقد وعيه، وبتفضل سهرانه جنبه طول الليل. تاني يوم بيروح تيانج يجيب ورد وهدايا غاليه وقيمه وبياخدهم لشوان في المستشفى، لكن شوان بتاخد منه الورد تديه لزميلتها وبتقول لها تروح تحطه في جناح والدته، وبتطلب منه يروح وراها. بيخرجوا بره المستشفى وبتقول له ان هنا مكان شغلها وانه كده هيسبب لها مشاكل لانهم عكس بعض في كل حاجه وعلاقتهم هتكون مستحيله. فبيطلب منها تديله 3 فرص تخرج معاه فيها، ولو رفضت اقتراح زواجه بعد ال3 فرص دول هيختفي من حياتها ومش هتشوفه تاني نهائي. ولما بيمشوا فا وليه علشان يرجعوا للبيت الصيفي بتشوف فا شجره اوراقها باللون
السهل وبتكون مبسوطه جدا بيها، وبيبان على ليه انه بدا يعجب بيها لكنه بيفتكر اللي عملته في صديقه المقرب، وبيكون مش فاهم شخصيتها الجديده، وبيقول لها انهم لازم يمشوا قبل ما العصابه تلاقيهم. وبيوصلوا للبيت وبيقعدوا ياكلوا، وبعد كده بتساله فا عن التدريب الخاص اللي قالها عليه في الغابه، بس بيقول لها انها ترتاح وتريح اعصابها علشان تكون هاديه بكره في مواجهه تيانج، وانه هيعلمها ازاي تقدر تهزمه من غير ما تستخدم قوتها الجسديه. تاني يوم بترجع فا للمنظمه هي وليه، وبيرحب بيها المساعد بتاعها تشي، وبيقول لها ان والده تيانج عملت حادثه، وان تيانج شاكك في ان شيونج هو ورا كل الحوادث اللي بتحصل دي، وانهم لازم ينتقموا منهم. فبتقول له فا انهم لغوا التعامل بالقتل، وانه ما يقولش كلمات زي الانتقام بعد كده تاني، وبتأمره يبعت لها تيانج. وبيجي تيانج وبيقعدوا يتكلموا سوا، فبيقول لها على صفقه هو عاملها لما كان مسافر، وبترد عليه بانه عمل حاجه كويسه، فبيبص لها بشك، وبيقول لها انه من ساعه ما دخل وحاسس ان في حاجه غريبه، خصوصا بعد ما سافر ورجع تاني، وانها بقت شخص تاني خالص. لكن فا بتقدر تخليه يتاكد من انها ان، وكمان بتقدر تقنعه بوجهه نظرها اللي بتكون انهم يوقفوا التعامل بالعنف لحد ما يقدروا يعرفوا مين اللي ورا كل اللي بيحصل ده. وبيوعدها انه هيحاول ما يستخدمش العنف لفتره مؤقته، وبيطلب من ليه يخرج معاه يتكلموا بره. ولما بيخرجوا بتبدا بينهم معركه، وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبيسالوا عن هويته الحقيقيه، وبنعرف انه شاكك فيه بسبب سجله اللي ما فيهوش اي حاجه مريبه برغم قوته في الدفاع عن النفس. لكن فا بتتدخل وبتوقفهم، ولما بيسالها تيانج لو هي مصدقه انه شخص عادي برغم قدراته، فبتجاوبه بانها مصدقاه وانها لازم تثق فيه لانه انقذ حياتها مرتين، ولو كان عايز يأذيها كان زمانها ميته دلوقتي. وبيسيبهم وهو متعصب من تغير شخصيه فا معاه، وبيروح ليه يوصل فا للبيت، وبتكون والدتها واقفه شايفاهم من تحت. واول ما بتطلع بتقترح عليها بما ان ليه نجح في مهمته معاهم انها تنقله لشركتهم في اي منصب هناك، وهو مع الوقت يبقى يترقى ويكون في منصب كويس. وبتكون فا عايزاه جنبها لانها لسه ما تاقلمتش على المكان، وانه اكتر حد بيساعدها، ولانها كمان بدات تعجب بيه. لكن والدتها بتقول لها انه من الاحسن يبعد عنها، وانها خلاص خدت القرار. وقبل ما بتمشي بتقول لها ان جين بنت ان جاي الاسبوع الجاي، وان ان كانت وعدها تعرفها على والدها الحقيقي، وبما انهم ما يعرفوش مين والدها الحقيقي بتطلب منها تدور على اي شخص تقدمه لجين على اساس انه والدها علشان ما يتكشفوش. فبتروح فا صديقتها ميكي، وبتكون مستاءه جدا من اللي بتمر بيه، وبتقول لها ميكي ان اخر ميعاد للشركه اللي كانت متفقه معاها في لندن خلص، وانها بكده هتضحي بمستقبلها في تحقيق حلمها. فبتقول لها ان عيلتها دلوقتي اهم منها، وان بعد ما اختها تفوق هترجع من جديد تشوف حلمها. تاني يوم بيروح تيانج للمنظمه، وبيكون قدر يجيب المخطط المعماري للمنتجع اللي صممه شيونج، واللي بيكون شبه تصميمهم لدرجه انهم بيشكوا ان في جاسوس في الشركه. وهما بيتكلموا بيجي تليفون لفا من شخص انجليزي، وبتطلع بسرعه علشان ترد عليه، وبيكون الشخص ده المسؤول عن توظيفها في لندن، اللي بيقول لها ان طلبها في التوظيف اتلغى بسبب تاخيرها. وبتزعل فا جدا، فبتكلم صديقتها ميكي وبيتفقوا يتقابلوا. وبيكون تيانج وليه عايزين يوصلوها، فبتقرر تاخد المساعد تشي علشان ما يتخانقوش سوا كالعاده. وبتروح لصديقتها وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي، وبتجيب اب جين، فبتقترح عليها ميكي ان ليه هو الشخص المناسب لانه يعرف عنها اسرار كتير. وبتقول لها قبل ما تطلب منه يمثل انه والد جين لازم تختبره الاول. وبيروح تيانج لوالده ان، وهناك بتطلب منه ينقل ليه من جنب بنتها للفرع الجديد لشركتهم. وبيكون تيانج عايز يتخلص منه لانه حاسس انه مأثر على ان، وبيوافق بسرعه. وبترجع فا للمنظمه وبتبدا تصمم شكل المنتجع الجديد، وبيشوفها ليه اللي بيكون مستغرب جدا من انها قادره ترسم تصميم برغم انها ما اتدربتش على الهندسه المعماريه قبل كده. لكن فا بتقوم اول ما بتشوفه، وبتطلب منه انها تختبر نظريه عرفتها من قريب عن كشف الاشخاص اللي بيكذبوا علشان تقدر تطبقها بعد كده على الموظفين. وبيكون الاختبار هو عباره عن انهم يفضلوا باصين لبعض لمده 30 ثانيه، لكن هدفها بيكون علشان تتاكد لو هو معجب بيها فعلا ولا لا. وبينجح ليه في الاختبار، واللي بنعرف انه معجب بيها فعلا. ولما بيوصلها ليه لبيتها وبيرجع لبيته، بيكون في عربيه بتلحقه، وبتكون فا بتكلمه وبتسمع ليه وهو بيضرب الاشخاص اللي بيهجموا عليه. وبيسال واحد منهم عن هويه الشخص اللي بعته، فبيقول له ان اللي بعته هو تيانج. وبتنزل فا بسرعه مع تشي المساعد بتاعها علشان يلحقوا ليه، لانهم بيكونوا فاكرين ان العصابه اذته، لكنه بيطمنهم وبيقول لهم انهم كانوا مجرد اطفال وانه قدر يتغلب عليهم. وبتكون اعصاب فا تعبانه جدا، فبيقرر ليه ياخدها لصاله البولينج علشان تقدر تهدى، وبيعلمها ازاي تقدر تكسب في اللعبه. وفي الوقت ده بتعرض عليه انهم يتجوزوا، وبيكون ليه فاكرها بتهزر في الاول، لكنها بتقول له انها مش بتهزر وانه هيكون زواج مزيف مش اكتر. وبنعرف انها بتعمل كده علشان تقدر تخليه يمثل انه يكون والد جين، بس بيرفض طلبها لانه جاي ينتقم منها مش جاي يتجوزها. وبتكون مستاءه جدا من رفضه ليها، فبتقرر تروح تزور اختها في المستشفى، وبتروح معاها ميكي صديقتها. وبنشوف ليه راح لفان اللي بيوري له الوشم اللي كانت ان وشماه، وهو عباره عن جناحات. وهم واقفين بيتكلموا بيشوف فا وهي ماشيه بعربيتها للمستشفى ومتوتره، فبيقرر يروح وراها وبيفضل واقف مستني تحت لحد ما ميكي صديقتها بتنزل من عندها، وبتوقع بالغلط الورقه اللي عليها رقم الغرفه. وبتكون فا بتتكلم مع اختها وبتحكي لها اللي هي بتمر بيه في غيابها، وبتقوم علشان تمشي، بس بتلاقي ليه واقف قدامها وبيسالها عن هويتها الحقيقيه بعد ما شاف ان قدامه فقد الوعي. فبتضطر تقول له على الحقيقه، ولما بيسالها عن السبب اللي خلاها تطلب منه يكون زوجها بتقول له على جين بنت ان، وانها لازم تلاقي شخص مناسب تقدمه لجين في اقرب وقت قبل ما توصل. وبتكون جين وصلت للمدينه وبتستقبلها تشي المساعد، وبتطلب منه ما يبلغش والدتها لانها حابه تعمل لوالدتها مفاجاه. وبتكون مبسوطه لانها اخيرا هتقدر تشوف والدها الحقيقي، وبياخدها للبيت علشان يقدروا يحضروا للمفاجاه سوا. بعد كده بيتصل تشي بليه وبيطلب منه يرجع الرئيسه للبيت فورا لان في حاجه مهمه. فبينزل هو وفا وبيرجعوا للبيت وبيلاقوا الباب مفتوح والبيت كله مظلم، وفجاه الانوار بتتفتح وبتظهر جين اللي اول ما بتشوفه ليه بتحضنه، وبتكون فاكراه والدها، وبيبقى ليه مضطر يتعامل معاها على انه والدها فعلا لانها بتكون سعيده جدا بوجوده لدرجه انها بتخليه يبات معاها هي وفا في الاوضه. وتاني يوم ياخدهم ليه للملاهي وبيفضلوا يلعبوا سوا، وبياخد ليه باله من شخص بيصورهم، فبيروح علشان يمسكه وبتجري جين على والدها، فبتلحقها فا ورجليها بتتلوي. ولما بيروح ليه علشان يطمن عليها بيهرب الشخص اللي كان بيصورهم. وبتروح فا مع ليه للبار بتاع ان لانهم عرفوا ان الشرطه راحت قبضت على اشخاص هناك بسبب شربهم للممنوعات، بس
بس ليه بيشوف صديقه في الشرطه موجود هناك فبيخرج بسرعه من المكان. بعد كده بيروح ليه يدي الاخبار اللي عرفها لرئيسه، لكن ما بيقولوش على هويه فار حقيقيه لانه بيكون خايف عليها. وبنشوفهم كلهم راحوا للشركه وبيفضلوا يتناقشوا عن اللي حصل في البار، لان في شخص قدر يسرق رقم موظف من موظفيها علشان يسلموا ممنوعات ويقدر يوقع بان. وفي وسط ما هم بيتكلموا بيقول تشين مساعد لان انه لسه مش قادر يحدد هويه الشخص اللي هي واجهته يوم ما كانوا بيستجوبوا جو. وبنعرف انه بيتكلم عن ليه بس ما فيش حد بيكون عارفه لانه كان لابس الخوذه في يوم ما اتقتل صاحبه جو. ولما بيسال تيانج عن الموضوع بتقول له فا انها حاجه مش مهمه وبتطلب من تشي يوقف بحث في الموضوع. لكن تيانج الرئيس التاني لشركتها بيكون لسه عايز يعرف ايه اللي بيحصل، فبيطلع هو وتشي المساعد بره وبيخليه يحكي له اللي حصل. وبعد ما بيخلص تشي كلام بيطلب منه تيانج يشوف التسجيلات اللي معاه. ولما بيشوف اسلوب الشخص اللي كان بيواجه ان يوم ما اتقتل جو بيلاقي ان مهاراته القتاليه شبيهه جدا لمهارات ليه، وشكه فيه بيبدا يكتر. وبنشوف تيانج كلم فا وبيطلب منها تروح له المينا. واول ما بيوصلوا بيقول لها ان في بينهم جاسوس من الشرطه وبيطلع لها التسجيل اللي كان متسجل يوم المعركه. ولما بتشوفه بتكون مستغربه جدا بين الشبه اللي في قدرات ليه والشخص المقنع اللي كان في مواجهه اختها. وبيكون تيانج عايز يواجه ليه علشان يثبت ان هو نفس الشخص المقنع، لكن ليه بيقدر يهرب منه وبيفضل يلحقه لكنه بيقع على شبك مرمي من عربيه وبيتأيد وبيكون خلاص هيموت لولا تدخل ليه اللي انقذه في الوقت المناسب. بعد كده بتطلب منه فا يبطل يلاحق ليه ويحاول يأذيه، وبتسمعه التسجيل اللي كانت مسجلاه لما العصابه هاجمت ليه وقالوا له ان اللي بعتهم هو تيانج، لكنه بيكون ما يعرفش حاجه عن الموضوع وبيقول لها ان مش هو اللي بعتهم وانه لو عايز يتخلص منه هيعمل كده بنفسه. وبيتفق معاه ليه في كلامه لان افراد عصابه ان ما بيقولوش اسم الشخص اللي بعتهم بسهوله. وبعد ما الكل بيمشي بتفضل فا وليه بس وبيسالها ليه عن السبب اللي بيخليها تدافع عنه، فبتقول له ببساطه لانها بتثق فيه وبيكون بدا يحس بالذنب من ناحيتها. بيرجع تيانج البيت والدته بعد ما عرف انها خرجت من المستشفى، ولما بيوصل بيلاقي شوان الممرضه معاها لانها هي اللي وصلتها للبيت. وبيقعدوا يتعشوا سوا وبعد ما بيخلصوا بينزل تيانج يوصلها للبيت وبيطلب منها تكون زوجته للمره الثانيه، لكنها بتقول له انهم يفضلوا اصدقاء احسن. وبيكون ليه راجع بيته بعد ما قضى سهره لطيفه مع فا بسبب جين اللي خلتهم يتعشوا ويرقصوا سوا. ولما بيوصل بيلاقي تيانج وهو بيركب عربيته وبيستغرب جدا من وجوده هناك، لكنه بيشوف عربيات بتلاحقه فبيروح بسرعه علشان يساعد تيانج في التغلب عليهم. وفعلا بيقدروا يهزموهم بسهوله وبيشكروا تيانج وبيكون بدا يحبه ويثق فيه. تاني يوم بيكون ليه وفا رايحين الشركه وبيودعوا جين وبيبقى ها مساعد شيونج واقف بيراقبهم من بعيد. وبنكتشف ان هو والد جين الحقيقي وعايز يستغل وجود بنته في وسطهم علشان يقدر يدخل منظمه ان تاني بعد ما اتطرد منها وراح يشتغل مع شيونج عدو ان. وبيوصلوا فا وليه للشركه وبيبلغوا تشين المساعد والرئيس تيانج انهم مسافرين علشان يشوفوا المنتجع السياحي اللي بيقرروا يضموه لمنتجعهم. وبيروحوا كلهم ومعاهم جين وبيبقوا مستمتعين جدا، لكن ها بيكون مراقبه من بعيد وبيقرر يخطف جين علشان تكون هي السبيل الوحيد لرجوعه للشركه. وبيكونوا بيلعبوا لعبه الثعلب وبتروح جين الحمام، لكن ها بيخليها تروح معاه وبيقعدوا في مكان بعيد عن ان وليه اللي بيكتشفوا ان جين مفقوده وبيفضلوا يدوروا عليها. وفي الوقت ده بيكون ها بيقول لجين ان ليه مش والدها الحقيقي. بتكون البنت مش مصدقاه وبتفضل تقول له انه كذاب. واول ما ليه بيشوفها وبيروح لها بيهرب ها من جنبها وبتروح لها فا وبتفضل تعتذر لها لانها ما قدرتش تحميها. بعدها بنشوف فا قاعده مع صديقتها ميكي في غرفه جين، لكنها بتقوم تروح لليه عند لعبه الثعلب. ولما بتوصل بتلاقي ها واقف هناك وبيطلب منها تديله فرصه ثانيه يصلح بيها اخطائه القديمه، فبتخمن ان هو ده الشخص اللي اختها كانت متجوزاه وما حكتش لحد عنه اي حاجه. وبيشوفهم ليه فبيروح لهم بسرعه وبيقولوا انهم ما عندهمش حاجه يتكلموا معاه فيها وبيمشوا علشان يجهزوا للرجوع. ولما بيرجعوا للبيت بيتكلم ليه مع فا في اللي هي عايزه تعمله بخصوصها، لكنها بتكون مش عارفه تتصرف ازاي وعايزه تعرف السبب اللي خلى ان تنفصل عنه. فبيقول لها ليه انهم ممكن يستدرجوه في الكلام ويقدروا يعرفوا كل حاجه منه هو. وبتطلب فا منها يروح لها، ولما بيوصل بتقول له انه لو عايز هتسامحه يعترف لها بكل الاخطاء اللي عملها معاها زمان يا اما هتمشي وتسيبه. وبيعترف لها انه خان ان مع صديقتها المقربه وانه كان بيستغلها علشان يوصل لمركزها، لكنه ندم وعرف انه غلطان وعايز فرصه اخيره علشان جين بنتهم. وبتتعصب فا جدا وبتخبطه في وشه بقوه لدرجه انه بينزف وبتطرده بعد ما بتقوله انها مش عايزه اب بنتها خاين ومش قد المسؤوليه لتربيه بنتها. بعد كده بتروح لاختها في المستشفى وبتعتذر لها عن عدم وجودها جنبها في الوقت اللي كانت محتاجاها فيه. وبتفضل تعيط وهي بتفتكر لما كلمت اختها يوم ما عرفت انها حامل، لكنها ما قدرتش تعرف منها سبب حزنها. وبتوعدها انها تحمي كل حاجه تخصها وهتنتقم من الشخص اللي خانها. وبتتحول فا الان فعلا بتصرفاتها وبتروح للمنظمه وبتكون ميكي صاحبتها خايفه جدا من اسلوبها وبتروح تكلم ليه يفكر في طريقه يرجع بيها فا الحقيقيه. فبيقرر ليه ياخد فا للمحيط وبيخليها تعيط وتصرخ بكل اللي كانت عايزه تقوله لاختها وبيقدر يخليها تتحسن. تاني يوم بتطلب فا من ليه يروح معاها كليه اختها القديمه لان اختها كان نفسها يبقوا سوا في الكليه، لكن هي كانت في دوله تانية. فبيوافق وبيروح معاها وبيدخلوا يحضروا محاضرات وبيشوفوا المكتبه وبيقراوا القصص وبيكونوا مستمتعين جدا. وبيروح تيانج لشوان الممرضه وبيحاول يقرب منها ويخليها تحبه، لكنها بتكون متضايقه جدا وبتطلب منه يوقف يبعت لها ورد، بس هو بيقول لها انه ما بعتلهاش حاجه. وفجاه بيجي الطبيب شين واللي بيكون زميل شوان القديم وبيكون مسافر ولسه راجع. ولما بيشوفها بيسالها لو هي حابه الورد اللي بعته لها، وبيعرف تيانج ان زميلها هو اللي بعت الورد وانه كمان بيحبها زيه وبيكون متضايق. ولما بتخرج شوان من المستشفى بتلاقي تيانج وشين قدامها وبيطلبوا منها تروح تتعشى معاهم. فبتعتذر لهم شوان وبتقول لهم ان والدتها طلبت منها ترجع بدري علشان تتعشى معاها. وبتمشي وبيقفوا الاثنين يتكلموا شويه وكل حد فيهم غيران من التاني وبيتحدوا بعض عن مين هيقدر يخليها تحبه الاول وبيمشوا. تاني يوم بيبقى تيانج قاعد مستني شوان وبيقرا كتاب عن التمريض، بس بيلاقي فرد من حراس شيونج قدامه وبيستفزه بالكلام. واول ما بيقوم علشان يضربه بيلاقي شخص قوي جدا بيهجم عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما تيانج بيهزمه. وقبل ما يبص جنبه بيطعنوا حارس شيونج، لكن بيقدر تيانج يشتته وبيهرب من قدامه
بكلامه وبيروح لشوان وبيطلب منها تعالجه في اسرع وقت لان العصابه بتدور عليه. فبتطلب شوان المساعده من شين زميلها وبيقدروا يوقفوا النزيف وبيدخلوه غرفه العمليات برغم دخول العصابه المستشفى وبحثها عنه. وبتفضل شوان جنبه طول الليل، ولما بيفوق تيانج بيحضنها ويشكرها على وجودها معاه. وبتروح فوق كل الحرس علشان يطمنوا عليه. ولما بترجع فار الشركه بنشوف تيانج زهق من المستشفى فبيقرر يخرج وبيروح للشركه. واول ما بتشوفه فوق بتلومه لانه ساب المستشفى وهو لسه مريض. وبعد كده بتوريهم المخطط المعماري اللي هي عملته واللي بتكون غيرت فيه حاجات كتير جدا. وبيخرجوا من المكتب علشان يخططوا ازاي يحموا المخطط لان شيونج اكيد هيحاول يسرقه. وفي الوقت ده بيدخل شخص مجهول للمكتب وبيصور التصميم المعماري وبيبعته لشيونج. وبنشوف ليه وفا راحوا يزوروا اماكن في المدينه وبيكونوا مستمتعين جدا لكن المطره بتمطر فبيقرروا يروحوا البيت ليه لحد ما المطر يخف. وبيدخل ليه يشيل الصور اللي كان معلقها الان علشان مهمته وبيخبيها وسط الورق. لكن فا وهي بتتكلم بترجع لورا وبتوقع الصور من مكانها. ولما بتساله عنها بيقول لها انه هيعرفها كل حاجه بعد موعد تسليم المخطط. وبيجي يوم التسليم وبينفذوا الخطه اللي حطها ليه علشان يقدروا يوصلوا للمكان بسهوله ويقدموا المخطط. وبيوهموا شيونج بانه قدر يعطل الان وانها مش هتقدر تيجي تسلم مخططها، لكنه بيتفاجئ بيها قدامه وبتدخل تقدم عرضها. وبنعرف انها كانت متاكده من ان الشخص اللي سرق مخططهم اول مره هيرجع يسرقه تاني. وبنعرف كمان ان المخطط اللي اتسرق تاني مره كان مخطط مزيف علشان يخدعوا شيونج. وبتقدر تكسب العرض وتحقق حلم اختها بانها تعمل المنتجع السياحي اللي كان نفسها فيه. وبنشوف تيانج راح علشان يقابل شوان لكنها ما بتوافقش توقف معاه. وبتدخل للبيت وبيفضل هو مستنيها بره وبيكلمها وبيحكي لها قصته وهو صغير والمعاناه اللي مر بيها. وبتتاثر شوان جدا بكلامه. ولما بيروحوا فاو ليه للبيت بيشوف ليه هناك زميلته في الشرطه وان موجوده في البيت ومتنكره على هيئه مدرسه موسيقى جين. وبيقلق جدا فبيروح تاني يوم يتكلم مع رئيسه اللي بيطلب منه ينسحب من مهمته قبل ما يتكشف وان الفرقه الثامنه هي اللي عينت وان عميله سريه في بيت ان بسبب انه ما عرفش يجيب معلومات عن ان لغايه دلوقتي. وبيرجع ليه للبيت وبيكون بيتكلم مع فا وبتاخد والدتها بالها من تطور علاقتهم فبتطلب منها يتكلموا لوحدهم. وبتقول لها والدتها انها تبعد عن ليه بس فا بتقول لها انه شخص كويس وانها بتحبه وبتدخل البيت. وبيبين على وان الشرطيه انها معجبه بيه وان بينهم ماضي قديم سوا وبتكون عايزه تبعد ليه عن ان باي طريقه. وبالليل بتصحى فا وبتخرج علشان تشرب لكنها بتشوف ليه واقف مع وان وبتبدا تحس ان في حاجه غريبه لكنها بترجع تاني لغرفتها قبل ما حد منهم ياخد باله من وجودها. وتاني يوم بيروح ليه لفا وبياخدها علشان تروح تزور اهله وتتعرف عليهم. وبتكون والدته لطيفه جدا على عكس والده اللي بيطلب يتكلم معاه على انفراد. وبيكون والده متعصب جدا من تصرفه وبيحذره بانه لو وقع ما يستناش انه يجي ينقذه. وبنشوف الطبيب شين زميل شوان اللي بنعرف ساعتها انه ابن شيونج. وبيروحوا حراس شيونج ياخدوه علشان والده عايز يتكلم معاه. وبيخطفوا شوان زميلته كمان وبيجبروهم يفضلوا سوا في نفس الاوضه لان شيونج عايز حفيد يعلمه اساليب الشر بما ان شين ابنه مش عايز يتعلم اي حاجه وعايز يكون طبيب. وفي الوقت ده بيكون تيانج تحت بيت شوان وقلقان عليها جدا. بتجيله مكالمه من حد مجهول وبيقول له ان شيونج خطف شوان فبيروح بسرعه يلحقها. وبيكون ليه نازل من البيت وبيشوفه وهو بيمشي وبيلحقه ومعاه فا علشان يساعدوه. ولما بيوصل تيانج هناك بيقدر يخرج شوان من الغرفه وبيخرجوا كلهم بره. وبيكون شيونج عايز حراسه يقضوا على تيانج لكن شين بيقول لهم ان هو اللي هيتعامل معاه وبيضربه بالعصايه اللي معاه لحد ما ليه بيوصل وبيساعدوا في انهم ياخدوا شين رهينه علشان يخرجوا من البيت. ولما بيخرجوا بيخلوا سراحه بسرعه وبنعرف انهم بيكونوا مخططين كل حاجه سوا علشان يقدروا يخرجوا. وبيروح تيانج علشان يوصل شوان وفي الطريق بتساله عن علاقه ليه بان فبيقول لها انه جوزها وان معاهم بنت كمان. وبتكون شوان مصدومه من اللي بتسمعه عن اخوها. تاني يوم بتروح فا البيت ليه وبيبقوا بيفطروا سوا وساعتها بيجي ليه رساله من وان الشرطيه وبتطلب منه يقابلها علشان يحتفل معاها بعيد ميلادها. وبتشوف فا الرساله وبتقرر تروح تشوف بنفسها اللي بيحصل. ولما بتوصل هناك بتشوفها وان وبتمثل انها على علاقه قويه بليه. وبتمشي فا وهي حزينه جدا لكن مجموعه من الشباب بيفضلوا يضايقوها وبتكون مش قادره تدافع عن نفسها. وبيبقى ها جزء ان معدي بالصدفه وبيشوف اللي بيحصل وبيبقى شاكك فيها انها مش ان لانها حتى مش قادره تدافع عن نفسها. وقبل ما شخص من اللي بيضايقوها يقرب منها بيجي ليه وبيحميها. بعد كده بياخدها للبيت وبيوري لها رساله بعتها وان بتعتذر له فيها بسبب انها عملت مشاكل بينهم فبتسامحه فا على طول. وبنشوف ليه راح لاخت شوان وبيقول لها انه لو تيانج اتغير فعلا فهو هيفضل جنبهم وهيوافق على علاقتهم. وبتكون شوان مبسوطه جدا. وبنعرف ان تيانج قدر يخطف قلبها ويخليها تحبه بعد ما كانت رافضه تتقبله في حياتها. وبترجع شوان للمستشفى وبيروح لها تيانج وبياخدها للحديقه وبيقضوا وقت ممتع جدا. وبيكون والد شوان بيتصل بيها ولما بيرجعها تيانج للبيت بيشوفهم والدها ووالدتها وبيبقى تيانج مضطر يدخل يسلم عليهم. لكن والد شوان بيكون عنيف جدا في كلامه وبيرفض رفض تام ان تيانج يكون على علاقه ببنته بسبب انه من شركه ان. وبتكون شوان عايزه توضح له انه مش شخص سيء لكنه بيضربها بالقلم وبيخليها تهرب من البيت وهي بتعيط. وبيروح تيانج وراها وبتفضل تلومه ان كل اللي بيحصل ده بسببه لكنها بعد كده بتحضنه وهي منهاره جدا. بنرجع لفاولي اللي بيجي لهم مكالمه من البار بتاع ان وبيعرفوا ان العملاء بيتخانقوا ولازم يجوا فورا. واول ما بيروحوا بيوقفوا العملاء وبيخلوهم يمشوا. وبيشوف ليه ان مبيعات البار عاليه جدا على عكس كل شهر. وبيبدا يشك في تيانج لان مساعده هو اللي ماسك اداره البار وبيكون اسمه لو. وبيرجع ليه للبيت وبيفضل يتكلم مع والده هو وشوان بس والدهم بيكون متعصب وبيقول لهم مش هيقبل باي شخص سجله اجرامي مهما كان. وبيكون متعصب جدا وبيسيبهم وبيدخل غرفته لكن ليه بيطمن اخته انه هيفضل جنبها هي وتيانج مهما حصل. وبنشوف فا وهي رايحه تزور اختها وبيكون ها مراقبها لانه شاكك فيها. وبيشوفها وهي طالعه للمستشفى فبيقرر يروح بالليل ويتسلل لغرفه المعلومات اللي في المستشفى. وبيعرف ان ان الحقيقيه فاقده الوعي وان اللي موجوده دلوقتي هي شخص تاني. ولما بتمشي فا من غرفه ان بيدخل ها للغرفه وبيكون عايز يقتل ان بسبب انها طردته من الشركه وانفصلت عنه لانه خاين لكنه بيقرر يستغلها علشان يقدر ياخد بنته تعيش معاه. وبتكون فا حاسه ان في حاجه بتحصل لكنها ما بتكونش عارفه ايه هي. وبيجي ليه ياخدها بعربيته وبيعرض عليها الزواج وبتكون سعيده جدا. في الوقت ده بيبقى
بيبقى بلغ شيونج بان الرئيسه الموجوده دلوقتي مش هي الحقيقيه وانها بنت تانية، وما بيكونوش عارفين ان ليها اخت توأم اسمها فا. وبيحس شيونج بالانتصار وبيخطط يبعد تيانج ولي من طريقه علشان يقدر يسيطر على منظمه ان ويقتلها. وبيروح تيانج للمنظمه وبيشوف فا ولي، ولما بيحكي لهم اللي حصل مع والد شوان بيطلب منه لي يتكلموا لوحدهم. وبعد كده بيفضلوا يتخانقوا لان لي مش عايزه يستسلم ويبعد عن اخته، وبيكون تيانج هو كمان عايز كده لكنه مش عايز يأذيها. وبيكون لغايه دلوقتي ما يعرفش ان شوان تبقى اخت لي. وبيجي مكالمه لي بان في عصابه هجمت على البار الخاص بيهم وبيكسروا في المكان، وبيروح علشان يقضي عليهم. وفي نفس الوقت بيجي لفا مكالمه من والدتها وبتطلب منها تروح للمستشفى فورا. واول ما بتوصل فا بتلاقي في غرفه اختها، وبيهددهم بانهم لو ما وقعوش على اوراق التنازل عن حضانه البنت هيفصل جهاز التنفس عن ان وهيخليها تموت. وبتقدر فا تتصل على لي وتعرفه مكانها، وبيستغل ضعفها وبيقدر يمسكها. وبيهدد والدتها بانه هيقتل بنتها الثانيه بعد ما فصل الجهاز عن ان. وبتمثل الام انها وقعت على الورق وبيهرب بسرعه، لكنه لما بينزل العربيه بيكتشف ان الام ما وقعتش على الاوراق. وبيروحوا يطمنوا على ان، لكن الطبيب بيقول لهم انها لو ما اتجوزتش الازمه دي خلال اسبوعين ممكن تموت. وبتنهار فا لانها حست بانها السبب في تعريض حياه اختها للخطر بالغلط. وبنروح لتيانج اللي بتروح لشوان للمنظمه وبتعترف له بحبها، فبيقرر يسيب منظمه ان وبيروح يبلغ والدته بالخبر. وبتكون سعيده جدا لان ابنها اخيرا هيبعد عن حياه العصابات ويستقر. تاني يوم بيجمع تيانج كل افراد المنظمه ومن ضمنهم فا ولي وبيبلغهم بقراره. وبتبدا المشاكل تظهر في حياه فا بعد انسحاب تيانج من المنظمه ووفاه اختها ان فجاه بدون اي مقدمات، وكمان سفر والدتها لبره البلد، لكنها بتقرر تكمل دور اختها علشان ما تضيعش كل تعبها ومجهودها. وبتتجهز وبتروح للمنظمه، واول ما بتوصل هناك بتلاقي شيونج بيعزيها على وفاه اختها، وبيكون معاه مسؤول من شركه الاستثمار اللي تعاقدت معاهم على المنتجع. وبيكون عارف من شيونج انها شخص مزيف وبيلغي معاها الصفقه. وبتكون فا خسرت كل حاجه. وبنشوف تيانج اخذت شوان لوالدته علشان يتكلموا سوا، وبيقرروا يفتحوا مطعم هم الثلاثه وبيجهزوا كل التجهيزات ليه. وبيفضلوا يحضروا الاكل وهم مبسوطين جدا ومش عارفين اي حاجه عن اللي بيحصل مع فا، اللي بتقرر تروح توشم على جسمها نفس الوشم اللي اختها كانت وشماه. وبتبقى عايزه تنفصل عن دي لانها ما بقتش فا اللي يعرفها، لكنه بيقول لها انه هيفضل جنبها حتى وهي في الظلام. بتبدا فا تتغير للاسوء وبتتحول لآن المجرمه، واول ما بتوصل للمنظمه بتطرد فردين منها وبتروح علشان تشوف حل للعرض اللي اتسحب منها، وبتحاول تظبط الاوراق والمستندات الخاصه بشركتها علشان ما تتعرضش للافلاس. وبتيجي جين بنت آن علشان تسلم عليها، لكن فا بتعاملها بأسوأ جدا وكانها بقت خاليه من المشاعر. بعد كده بتروح تتدرب ملاكمه وبتضغط على نفسها جدا، ولما بيطلب منها ليه ترتاح بترفض، وبتفضل تتدرب علشان تبقى قويه زي اختها وتقدر تنتقم من شيونج وها علشان دمروا حياتها. وبنشوف تيانج اللي بدا مشروعه في تحضير الاكل، وبيكونوا مبسوطين جدا لانهم اخيرا هيعيشوا حياه هاديه. لكن حرس شيونج بيروحوا للمطعم وبيكونوا عاوزين يكسروا كل حاجه، بس ليه وفا بيوصلوا في الوقت المناسب وبيخلوهم يهربوا. وبيكون شيونج خلاص هيمضي عقد امتلاك المنتجع اللي كان هيبقى ملك فا، لكن فا بتقدر تثبت انه سرق تصميمها وبتخلي الشركه ترجع تعمل موعد للعرض من جديد. وبيختار مين هياخد المنتجع من جديد، وبيكون في قطعه ارض جنب المنتجع صاحبها رافض يبيعها لانها هتكون هديه لبنته. وبتفضل فا تحاول تقنعه انهم يشتروها قبل ما حرس شيونج يسيطروا عليها ويكسبوا العرض. ولما بيرفض بتروح تتكلم مع بنته اللي بتكون متردده في الاول، لكنها اول ما بتشوف ليه بتفتكر لما انقذها لما كانت رهينه عند العصابه، وبنعرف انها نفسها البنت اللي ليه انقذها في اول المسلسل. وعشان كده بتقرر تساعد فا وبتروح تكلم والدها وبتقدر تقنعه يبيع لهم الارض، وبيكسبوا العرض من جديد وبيكون المنتجع ملك ليهم مره ثانيه. وبيتعصب جدا شيونج وبيفضل يضرب فها لانه خد منه 100 مليون دولار علشان يقنع بيها صاحب الارض، وبيكون هيقتله بس بتكلمه فا وبتطلب منه يجيبها لمكان معين وهي هترجع له فلوسه، وبتقول له ان الفلوس معاها وبيكون ليه مش عارف مخططها. ولما بيطلب منها ما تعملش اي حركه من غير علمه بتمثل انها مش هتعمل حاجه وبتحط له منوم في المشروب الخاص بيه. واول ما بتقوم علشان تروح لشيونج بيفوق ليه اللي بيكون ما شربش مشروبه اصلا، ولما بيحاول يمنعها من تنفيذ خطتها بتطلب انهم ينفصلوا، فبيضطر ليه يعترف لها بانه شرطي وانها لو فكرت تروح تنفذ اللي هي بتخطط له هيقبض عليها، لكنها ما بتهتمش وبتروح علشان تنتقم منها جوز اختها. واول ما بتوصل هناك بتدي الشيك لشيونج وبتفضل تضرب فيها لحد ما بيطلع مسدس من جيبه وبيكون هيقتلها خلاص، لكن ليه بيتدخل في اخر لحظه وبيقول لهم انه شرطي علشان يرموا اسلحتهم، وبيقدر ينقذ فا وبيحميها. وبعد كده بياخدهم ليه كلهم لاسم الشرطه، وبيجي والده وبيخرج فا وعصابتها من الاسم وبيشكر ليه والده على مساعدته ليه. وبنعرف ان ليه كلمه علشان يجي يضمن فا وعصابتها لانه بيكون مش عايز يشوف حبيبته فا محبوسه. واول ما بتخرج من اسم الشرطه بتقلع الخاتم وبترميه ليه وبتمشي، وبيفضل ماشي وراها لحد ما بيقنعها تركب معاه وبيوصلها للبيت علشان تكون في امان. وبيفضل واقف تحت بيتها لتاني يوم علشان يطمن عليها وهي رايحه للمنظمه ويتاكد انها مش في خطر. وبتروح فا المنظمه وبتلاقي هناك تيانج اللي بيسالها عن السبب اللي مخليها مش جنب ليه، فبتقول له يروح يساله بنفسه. واول ما بيروح علشان يتكلم معاه بيقول له ليه انه شرطي، وبيحكي له ان آن ماتت وان شوان الممرضه اخته، وبيقول له كمان عن المؤامرات اللي عملها ها وشيونج علشان يستولوا على المنتجع. وبيكون تيانج مصدوم من اللي بيسمعه. تاني يوم بيروح تيانج للمنظمه وبيخلي فا تعترف انها مش آن، وبيتولى هو رئاسه المنظمه علشان يستخدم اساليبه القديمه ويقدر ينتقم من شيونج. وبتخرج فا من المنظمه وهي حاسه بانها تايهه ومش عارفه تعمل حاجه، وبيفضل ليه يجري وراها علشان يلحقها، لكنها بتطلب منه يبعد عنها لانها مش عايزاه تاني في حياتها، وبتمشي وبتسيبه لكنه بيفقد الوعي. وبتروح فا تلحقه. وعند تيانج بيكون راح لشوان علشان يطلب منها تفضل جنبه لانه بيحبها، لكنها بتكون مش عايزه تسمعه بسبب انه راح المنظمه بعد ما كان وعدها انه هيسيب الشر ويعيش معاها حياه هاديه. وبتسيبه وتمشي لكنه كمان بيفقد الوعي. وبيتنقل هو وليه في نفس الغرفه اللي في المستشفى. بعد كده بتطلع فا وشوان يتكلموا سوا، وبتفضل كل واحده فيهم تشتكي من حبيبها. وبيفوقوا ليه وتيانج وبيخرجوا من المستشفى وكل واحد فيهم بيوصل حبيبته لبيتها، وبيروحوا يتقابلوا علشان يحققوا في قضيه الممنوعات اللي تيانج مشتبه فيها بسبب المساعد بتاعه اللي كان
كان ماسك البار بتاع ان وبيكون ليه شاكك في ان مساعد تيانج هو الجاسوس لشيونج. وبعدها بنشوف فا وهي قاعده في البيت وبيجي لها اتصال منها اللي بيطلب منها تيجي تنقذ بنت اختها من ايده، وبتكون بطاريتها خلصت ومش بتعرف تتصل بيه فبتضطر تروح لوحدها تنقذ جين. ولما بتوصل لهناك بتكتشف انه عامل لها كمين علشان ينتقم منها، ولحسن الحظ بيكون ليه وتيانج مراقبينها وبيقدروا ينقذوها من ايده، لكنه بيضرب بالرصاص في مستودع مواد سامه وبيتصاب ليه في عينه، وبنعرف انه بسبب الاصابه دي بيكون مش هيقدر يشوف تاني. بعد كده بنشوف ان اخت فا وهي نايمه على سرير في مستشفى وبتفضل تشوف ذكريات لفا لما كانت بتزورها في المستشفى، واخيرا بتفوق وبتطلع ما ماتتش. وبتعرف ان من والدتها ان ليه شرطي وبتقول لها انها خايفه على فا من ليه وممكن يأذيها، فبتقرر ان ترجع لبلدها من تاني وتساعد اختها لانها مش هتقدر تعيش غير فتره قليله جدا. وبيروح تيانج للمساعد بتاعه وبيساله عن السبب اللي خلاه يخونه وينضم لشيونج، فبيقول له انهم خطفوا اخوه الصغير وانهم هددوه بيه، فبيطلب منه تيانج يروح يبلغ شيونج بانه بقى الرئيس للمنظمه وانه مستعد يتعاون معاه في بيع الممنوعات، وبيكون ده جزء من خطته مع ليه لكشف شيونج والقضاء عليه. وبعد ما المساعد بيبلغ شيونج بكده فعلا بيروح تيانج يقابل شيونج وبيتفق معاه على كل حاجه وبيقدر يكسب ثقته. بنرجع لفوق اللي بترجع للمكان اللي كانت بتلعب فيه هي واختها زمان، وبتفضل تتكلم كانها بتتكلم مع اختها، وفجاه بتلاقيها قدامها وبتقول لها انها لسه عايشه، وبتكون فوق مش مصدقه اللي هي شايفاه. ولما بيرجعوا للبيت سوا بتقرر ان تروح تختبر ليه لانها خايفه ان اختها تمر باللي هي مرت بيه، ولما بتروح هناك بيقدر ليه يتعرف عليها بسهوله جدا وبتهدده ان هو لو ما بعدش عن اختها هيكون ليها تصرف تاني معاه. ولما بتروح فوق تطمن على ليه بتلاقيه قاعد والمسدس في ايده، ولما بتساله عن اللي حصل بينه وبين ان بيقول لها انها سالت شويه اسئله ومشيت. وبعد فتره بيجي موعد تسليم البضاعه المتفق عليها بين تيانج وشيونج، وبيكون شيونج خاطف والده تيانج لانه ما بيكونش واثق فيه الثقه العمياء، وبتبقى ان قاعده بتراقبهم من بعيد لانها بتكون عارفه شيونج كويس ومتاكده انه مخطط لحاجه اكبر. واول ما بتبدا عمليه التسليم بتهاجم الشرطه عليهم وبيكون ليه قاعد بيديهم الاوامر من اللاسلكي لانه مش هيقدر يقاتل بسبب فقدانه لبصره. واول ما بيعرف شيونج ان تيانج متعاون مع الشرطه بيروح ياخد والدته بيكون عايز يقتلها قدامه علشان يكون عبره. في الوقت ده بتقدر شوان تيجي من وراه وبتخبطه وبتقدر تخليه يسيب والده تيانج، وقبل ما شيونج يضرب عليها بالرصاص تيانج بيقدر يسحب مسدس من الشرطي اللي جنبه وبيضرب عليه رصاصتين لكنه بيكون لسه ما ماتش وبيضرب والده تيانج بالرصاص. وقبل ما يضرب الرصاصه الثانيه بتكون ان قتلته برصاصه بتخترق قلبه، وبينتقلوا هما الاثنين للمستشفى وبيموت شيونج لكنهم بيقدروا ينقذوا حياه والده تيانج. ولما بتيجي الشرطه تعتقل تيانج بتروح لهم ان وبتعترف لهم ان هي اللي قتلت شيونج، وقبل ما يقبضوا عليها بتفقد الوعي وبتكون حالتها الصحيه بقت اسوء. وقبل ما تموت بتدي لفا بطاقه قبول التبرع بالاعضاء علشان ليه يقدر يشوف تاني، وفعلا بيعمل ليه العمليه وبيرجع بصره من جديد. وبيدخل تيانج للسجن بتهمه محاوله قتل شيونج وسرقه سلاح من الشرطه. وبعد فتره بيخرج وبيستعد هو وليه حفل زفافهم واللي بيوصلوا له متاخر، وبيكونوا فا وشوان متعصبين منهم لكنهم لما بيشوفوا خواتم الزفاف بيتبسطوا جدا وبيتسابقوا على مين فيهم هيوصل لقاعه الزفاف اسرع. وبكده بيكون خلص مسلسلنا.